بالحلقة اللي فاتت قلت لكم اكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين أسوي حلقة عن ليش القانون مطاطي، وعينك ما تشوف إلا نور يا عزيزي المشاهد كوم التعليقات تريد هاي الحلقة، فيلا خشمك على اللايك وخليني أقول لك بشكل خفيف لطيف ليش القانون مرات يصير مطاطي. قبل كل شيء يا صديقي المشاهد ضروري ان تشوف هاي الحلقة اللي ذكرت بيها شلون ظهرت القوانين وشلون القوانين تختلف من مجتمع لمجتمع ثاني، لكن اللي ما ذكرته بديك الحلقة هو شلون يتم صياغة النص القانوني. قبل لا اجاوب على هذا السؤال يا صديقي خليني اوضح لك كم شغلة حتى لا تضيع، فبشرفك ركز وياي حتى انطيك كم تعريف. النص القانوني هي القواعد القانونية او المواد اللي تنذكر بالقانون مثل مواد الدستور او مواد قانون العقوبات. اما المشرع فهي الجهة اللي تسوي القوانين، وبالعراق عندنا اللي يسوي القانون هو البرلمان. فإذا ذكرت كلمة مشرع بالحلقة فأني جاي أقصد البرلمان ما أقصد شخص معين. عرفت ذني الشغلتين يا صديقي؟ خلينا نرجع للسؤال الأساسي واللي يقول شلون يتم صياغة النص القانوني. كتابة النص القانوني يا صديقي المشاهد فن حال حال كتابة الشعر أو النثر، إلى قواعد وأساليب لازم يتقنها المشرع حتى يكون النص القانوني سهل التطبيق وواقعي ومفهوم للناس. فبالمختصر يا عزيزي صياغة النص القانوني هو الأسلوب اللي ينكتب به النص القانوني، وهو على نوعين، أما جامد أو مرن. بس شلون حضرتك ممكن تعرف انه هذا النص القانوني مكتوب باسلوب جامد او اسلوب مرن؟ اذا كان النص القانوني يفرض التزام قانوني او مجموعة التزامات ثابتة وبشكل قاطع غير قابل للاجتهاد او التفسير فهذا النص جامد، مثل المادة 106 من القانون المدني العراقي اللي يقول سن الرشد 18 سنة كاملة. فهنا النص واضح وما بي اي تأويل او تفسير او اجتهاد، يعني 18 واضحة، لا هي 17 ولا هي 19. والقاضي هنا يا صديقي حالة حال الروبوت، ما يقدر يسوي اي شيء غير ان يطبق القاعدة القانونية مثل ما هي. أما إذا كان النص القانوني ينطي معيار مرن للقاضي بحيث يقدر يتعامل مع كل قضية بشكل مختلف عن الثاني لاختلاف الظروف والوقائع، فالصياغة القانونية هنا تكون صياغة مرنة. وهنا يظهر دور السلطة التقديرية للقاضي بحيث يقدر يشوف الحل الأنسب لكل قضية. وتقدير القاضي يا صديقي أما يكون تقدير للسلوك أو تقدير للعقوبة. مثال لتقدير العقوبة هي المادة 356 من قانون العقوبات العراقي، واللي يكون القاضي بيها مخير أن يحكم أما بالحبس أو الغرامة أو اثنينهم سوا. فالقاضي هنا يقدر يحكم أما بالحبس من يوم إلى 5 سنين أو بالغرامة أو بالحبس والغرامة سوية. أما تقدير السلوك فهنا القاضي يكون له سلطة تقديرية بأن يعتبر سلوكك جريمة أو لا بغض النظر عن العقوبة، مثل المادة 403 من قانون العقوبات العراقي واللي صار عليها حكي هواي بالفترة اللي فاتت. فهنا القاضي يا صديقي عنده الإمكانية وحسب تقديره أن يعتبر السلوك مالتك منافي للآداب العامة أو لا. بس هل القاضي هنا يصفن ويورد جقارة ويقدر الموضوع لو يلجأ للخبراء والمختصين؟ بالتأكيد يا صديقي المشاهد القاضي يحتاج مرات أن يلجأ لمختصين وخبراء في اللغة والطب والهندسة ومهن معينة حتى يصدر الحكم بالقضية. وعلى سبيل المثال إذا حضرتك وقفت بنص الشارع وصيحت العبوسي صاحبك يا كاولي، فهنا القانون العراقي ما ذكر تحديدا أنه كلمة كاولي تعتبر سب أو شتم، ولا أصلا القانون العراقي ذكر كلمات معينة بأنها سب أو شتم، إنما عاف الموضوع لتقدير المحكمة. فالمحكمة بهاي الحالة ممكن أن تلجأ لخبير لغوي حتى يحدد ما إذا كانت كلمة كاولي تعتبر سب أو لا. وحتى إذا تم الحكم عليك لأنك قلت لشخص معين يا كاولي فهذا الحكم قابل للتمييز والاستئناف حسب نوع الجريمة ومحكمة الموضوع. يعني من الأخير يا أصدقائي السلطة التقديرية للقاضي مقيدة ومو مطلقة ولا يقدر يشتغل بكيفه. بس السؤال المهم هنا يا أصدقائي هو ليش أكو صياغة مرنة؟ ليش المشرع ينطي صلاحية تقديرية للقاضي؟ ليش المشرع يكتب عبارات مطاطية ذو مفهوم واسع غير محدد؟ المشرع القانوني لما يسوي قاعدة قانونية لازم يتجنب عدة أمور مثل التعارض والغموض والخطأ والتكلف والحشو والتكرار والنقص. عوف لكل هاي الكلاوات يا صديقي وركز لي بالتكلف والحشو والنقص. وخلونا نفترض انه المشرع يريد يحط نص قانوني يغرم اي شخص يسب او يفشر على شخص ثاني، فهنا مو من المنطقي ابدا ان يجي المشرع ويذكر كل المسبات الموجودة بالكوكب ويقول هاي جريمة. يعني مستحيل اي شخص يقدر يكتب نص قانوني بيها كل الفشاير والمسبات بسطر او سطرين، لان هالشي اولا مستحيل وثانيا يعتبر تكلف او زيادة. واذا افترضنا انه المشرع يقدر يذكر كلها وهذا الشيء مستحيل اتفقنا، فبعد يوم او يومين ممكن تطلع فشورة جديدة وهنا يوقع المشرع بمشكلة النقص. ولهذا السبب يا اصدقائي اكو قاعدة تقول انه النص القانوني لازم يكون بعيد عن الزيادة والنقص عند الصياغة. ولنفس السبب يا اصدقائي المشرع يذكر عبارات مطاطية مثل السب والشتم والتشهير والآداب العامة والذوق العام وغيرها، لان مستحيل يقدر يذكر كل شيء بنص واحد. هل هذا الشيء موجود
موجود فقط بالقانون العراقي؟ اكيد لا. وتعالوا نشوف القانون الكندي مثلا، وبدون شرح ولغوه زايده يا صديقي لاحظ عباره indecent او بالعربي معناها غير لائق. فهنا يذكر غير لائق لان ما من الممكن ان يذكر كل السلوكيات غير اللائقه وما يحتاج اعيد واكرر. وهذا القانون الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية مذكورة نفس العبارة indecent، ولنفس السبب ما يحتاج أعيد. وهذا اللي قدامك هو القانون الصيني يذكر أي وسيلة أخرى لأن ما يقدر يذكر كل الوسائل. وهذا اللي قدامك هو قانون تايلندي اللي يذكر أنه إغواء رجل أو امرأة لفعل فاضح باستخدام طرق خداعة. والطرق الخداعة يا صديقي المشرع ما يقدر يذكر كلها، مستحيل هذا الشيء. وراح أخلي لكم هواي قوانين ثانية بالوصف اللي يحب يطلع عليها راح يلاحظ نفس الأسلوب بكل الدول. ومثل ما قلت لكم يا أصدقائي هذا الأسلوب يتم استخدامه لأن مستحيل المشرع يقدر يذكر كل شيء بنص واحد. الخلاصة عزيزي المشاهد خلينا نتفق أنه الأسلوبين المرن والجامد إلهم مميزات وعيوب. من مميزات الأسلوب الجامد هو استقرار المعاملات وتسهيل الفصل في المنازعات. أما عيوب الأسلوب الجامد فالمشرع مرات يوقع بمشكلة النقص التشريعي وبعض الأمور ما من الممكن حصرها بقاعدة قانونية واحدة، مثل الآداب العامة والأمور المخلة بالحياة وتقدير الضرر وهواي سوالف ثانية. فهنا يلجأ المشرع للأسلوب المرن، وهاي نقطة تعتبر من إيجابيات الأسلوب المرن في الصياغة. لكن بنفس الوقت أكو عيوب للأسلوب المرن واللي هو إعطاء سلطة تقديرية للقاضي. فهنا أكو إمكانية أن يتعسف القاضي في العقوبة أو تقدير السلوك الإجرامي. لكن هذا العيب ممكن أن يتم معالجته بإعطاء حق الطعن للشخص، وحق الطعن بصراحة سالفته طويلة ومو مال أدوخك أكثر. وبالنهاية أتمنى أن يكون الشرح واضح للجميع وماكو أي مشكلة إذا تعيد الفيديو مرة أو مرتين. يلا ولي. لا تعال